يا جماعه بالصدفه لسه طالع كده لقيت مثلنا الاعلى اهو. حبيبي والله. طب ماشي تمام. فين بقى فلوسي؟ طبعا يا جماعه احنا النهارده في افخم واكبر مكان موجود في مصر يعتبر، وبيقولوا عليه ان ده افخم قصر موجود في وسط المطاعم اللي موجوده كلها، وهو مين؟ هو قصر الكبابجي. كبروا الاسدين الفرع الجديد في مدينتي. تعالى افرجك على قصر الكبابجي من جوه، وبقول لك ايه، ادخل شوف. اول حاجه بقى يا جماعه هم كبروا الاسدين، ادي ده المدخل بتاعنا، هتلاقي الاسد ده والاسد اللي هناك دوت، وده المدخل. المفروض ان المكان 3 ادوار. تعالى بقى شفناه من بره، ممكن يكون مصطفى واخد لكم شويه انسرتات كمان. تعالى ندخل نشوفه بقى من جوه لحد ما نوصل للقاعه الملكيه. يلا بينا. اول بقى ما بنخش يا جماعه هو ده المنظر اللي بنلاقيه، تلاقي بقى ايه، مرصع بالذهب. هوب تيجي تنزل تلاقي الموميا مفصلينها برضه عاملينها من الذهب. هو كل حاجه لكجيريوس علشان توصلك اللي هو دي حياه الملوك المفروض يعني. فحتى اتحكى قصه كده ان الاسد اللي بره بعد ما قصر الكبابجي بقى منافس شرس طلع له انياب اكبر، والمفروض مع الوقت ان هو يلبس تاج علشان كل ما يكبر المشروع كل ما ده ايه، ده يكبر. ده ثالث او رابع فرع. صورنا في فرع زايد، صورنا في فرع تجمع، والنهارده في فرع مدينتي اجدد فرع ليهم. تلاقي بقى شويه حضاره كده ومومياوات وحورس ونفرتيتي وموميتين كبار وشويه حاجات صغنونه كده. انا ما اعرفش الحاجات ديت ايه حاطينها ليه، بس هي لكجيريس شويه. تعالى نخش ونشوف بقيه الحاجات. بس يا جماعه وفي كده اول برده ما بتدخل هتلاقي النجفه الكبيره ديت، وهتلاقي برضو ايه، في عندهم تمثال قوي جدا وهو عزوز صديقي. تمام. وهنا برضو دي منطقه يعتبر للتصوير اكتر. تعالى بقى نشوف الصور بتاعت كل الناس اللي هم برضو بيحطوها. مش عارف ليه لغايه دلوقتي مش حاطين صوري، مع اني يعني المفروض عميل مهم في قصر الكبابجي. بس تعالى نشوف يلا الدنيا هنا. انا يا جماعه بالصدفه لسه طالع كده لقيت مثلنا الاعلى اهو. حبيبي والله. طب ماشي تمام. فين بقى فلوسي؟ والله لا ليك اكتر والله العظيم. حبيبي والله يا حبيبي، تسلم يا رب. اجمل الناس اللي انا بحبها حبيبي والله ده شرف ليا. قلبك نضيف وخالص لله كده والله العظيم يعني يا رب. مش عارف اقول لك ايه، بس ما شاء الله على اللي انت عامله، وعاجبني قوي السكسس ستوري اللي انت بتحكيها، لان انا بحب اتفرج على الحاجات دي. حبيبي والله. احمد الباز يا جماعه لاول مره في فيديو قصر الكبابجي بقى، اول مره اقابله في حياتي، بس انبسطت والله. بس يا جماعه وهنخش بقى جوه كده، خلي مصطفى يخش لكم لان انا ايه رجلي ما زالت بايظه شويه. بس هنا البوم الصور بتاعت الناس كلها. نطلع تاني دور، مصطفى بقى ممكن يصور له لان انا مش هعرف اطلع، فممكن نركب الاسانسير اللي هنا ده. بس يا جماعه ده اسانسير، ده هتحسه في الهرم الاسانسير ده. والله احنا حضاره فرعونيه هنا مقاومين عليها بشده، لان دي كانت اكتر حضاره كانوا بيستخدموا الذهب فيها. فطبعا قصر الكبابجي مع الذهب مع الكلام ده كله. تعالى بقى نخش نشوف القاعات الملكيه بقى. هنا قاعه انتظار برضو، تمام. دي هنا الويتنج ليست بتاع القاعات الملكيه. احنا كنا اخدنا قاعه ملكيه وهي دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. دي قاعه بتقعد اكتر من 30 فرد اعتقد، 50 فرد او 40 فرد. تعالى نخش نشوفها. هي دي بقى يا جماعه حجم القاعه، تمام. هي القاعه دي اعتقد مش قاعده، لا هي ممكن تقعد اعتقد 25 كرسي و25 كرسي، يا اما 30 كرسي و30 كرسي. هي 50 60 كبيره قوي، هتنفع قوي للعزمان، بس لازم نحجزها قبلها بكتير لان احنا تاني مره نيجي عشان نعرف ناخدها. مع ان احمد الباز صديقي يعني كان ممكن اكلمه بسهوله يعني، بس عادي حبيت عليه. انا شايف بقى ان احنا ايه، احنا يا جماعه احنا هنا الاكل اصلا صحيح. نبدا بقى يا جماعه. احنا نزلنا كده ايه حاجات كتير قوي، نزلنا حاجات في اللايت منه يعني. 3 حمامات انا ومصطفى وعزوز، طاجن بصل باللحمه، وعندك المبكبكه بالضلوع الضاني، سجق مشوي، كفته مشويه، ريش مشويه، كباب مشوي، طاجن ورق عنب بالكوارع المفضل الى قلبي، ورز معمر بالحمام، وشويه ممبار وطاسه كبده، وفي تمن تيس كده بس مستنيينه، تمن جدي يعني. نبدا بايه بقى؟ بس هو احنا ناقصنا السلطات، جايين في ساعه فطار، السلطات لسه ما جاتش، بس ممكن نبدا بالمبكبكه. بس بقى هو الصوت دوت هو اللي ايه، صورت في قصر الكبابجي ايه السندوتشات ديت، بس قررنا بقى ان احنا النهارده ناخد ايه الجوله الثانيه بقى. البكبكه بتاعت الصلصه حلوه قوي، مكرونه مش مهريه مش تقيله كده، وطعم البصل باين فيها مع اللحمه الريش، دهون كتير شويه بس طعمها حلو قوي، التتبيله بتاعتها حلوه قوي. ناخد ايه قطمه بقى بسجق. شوف السجق هنا بيعملوا السجق كده بيبقى شبه بتاع رفاعي بتاع السيده زينب، تلاقي جواه شويه رز. خد عزوز سجق. عزوز كان هنا اول امبارح اصلا، تاني مره في رمضان والله. سجقايه طعم الحروقه بتاعتها مع اللحمه اللي جوه تتبيله خطر، مع اني مش منزل كميات فظيعه بس محتار ايه قطمه من الكبده دي. كبده معموله بالبصل والثوم والفلفل حراق شويه. ناخد بقى الكفته، الصباع ايه التخين المبقلظ هتلاقي ميزه هنا في قصر الكبابجي ان الكميات اللي انت تطلبها هي اللي بتنزلها يعني. بص ده مثلا نص كيلو، عمري شفت نص كيلو 7 صوابع من الحجم ده، في المقابل بتلاقي انه غالي يعني. هتلاقي الكيلو مثلا ب 1000 وشويه، بس النص كيلو بينزل 500 جرام قبل السوا بعد السوا. ملزلزه قوي الكفته عنده. ما طلبناش طرب ليه؟ انا نسيت اقسم بالله. ورق عنب بالكوارع ومبقلظه. شويه كباب، دول نص كباب على نيف. ناخده بقى في ايه؟ كباب جميل قوي، المشويات خطيره بصراحه. كده رز معمر ده
ان هو فوق ناشف شويه وتحت بيبقى طري، انما هو مش كله نفس الكونسيستنسي، يعني مش فوق نفس الطراوه. انا لما تاكل من فوق بتحسه ناشف، لما بتاكل من تحت تحسه رز معمر حلو. بالنسبه لي هو افريج، يعني لازم اخد ايه، لازم اخد من تحت خالص عشان احس ان انا مبسوط. مش هطلبه تاني. بس هنخش في السجق، كفته، كباب، نيفه، ناخد ريشه. الريشه دي طب بص كده ليه؟ مستنيك تخلص. ده بقى يا جماعه بصوا بقى، عشان ده انتوا واخدين على قصر الكبابجي ان هو بتاع مشويات. لا هو دخل في التيوس والجديع. ده ربع نزل في العسل واحده. نزل في العسل. خد بقى ايه شويه الرز. ادخل خالص يلا. بس بقى الحته دي ايه، دي حته من الرقبه كده اعتقد، لان بص دايبه خالص بقى الحته الحمراء الحلوه دي، مش عارف اجيبها بالشوكه. ناخد عليها بقى سنه عسل، نلزق فيها الكراست اللي من بره ديت، ننزل في شويه رز. تعمل راح فين؟ ناخد بص هي حته كده، بص الحته اللي ورا ديت، انت مش متخيل هي دايبه ازاي اهي. واو، ننزل كده. ايه يا عم، لا ده جامد قوي. ايه يا عم؟ يعني ممكن اجي اكله بغض النظر ان انا جاي مشويات، عشان هو مش معمول مندي، يعني مش معمول في الايه بالظبط، اللي هو هو مش معمول مندي، يعني هو مش مدفون. هو عارف اللي هو الفيديو اللي انت كنت بتشوفه، تلاقي ايوه تلاقي الخروف، تلاقي الخروف ايوه. ده ايه بتشوفوه ده ولا بتعذبوه؟ هو بتشويه ولا بتعذبوه؟ هو ده اللي كان مش عملوا لنا بقى واحد من ده ولا ايه؟ قالوا لنا قاعه ملكيه، اخدت قاعه ملكيه. قالوا لنا اطلبوا طلبات، طلبنا طلبات. فين بقى القاعه الملكيه؟ عايزين نشوف فيها شو الملوخيه. يلا يا مصطفى. بس بقى يا جماعه ده شو الملوخيه بقى. حاجه لازم انت مكسوف شويه. الله الله الله. بس يا جماعه هو اول حاجه هو بيحسسك ست، يعني مثلا لما عزوز بيتعمل له انا برقص، لما بيتعمل لي ما بعرفش، بحس ان انا فخم اكتر من ان انا ارقص. تعالى ندوق الملوخيه. يلا. بس هي تستاهل بصراحه، والله حلو قوي. الشو. بصوا يا جماعه احنا في ساعه فطار، شباب لسه ما فطرتش. ده فرع قصر الكبابجي اللي في مدينه الجديد، وما اعرفش بيعملوا شو الملوخيه بناء على ايه. هل بناء على شو؟ لانه في ناس كتير عاديه تحت بيتعمل لها، يعني هو مش عشان انت بلوجر، مش عشان انت حاجه، بس هو ما اعرفش ايه الكونسبت، بس هو فجاه كده تلاقي فيه هبل بيحصل. ممكن يبقى انت حظك منهم. واحنا اعتقد مبسوطين بتجربه قصر الكبابجي، بس معايا ناس جعانين جدا ان احنا في ساعه فطار وما فطرناش وعايزين يفطروا، فهنكمل اكلنا في قصر الكبابجي. والريكومنديشن بتاعت المشويات، التيس، المبكبكه، الورق عنب بالكوارع. وبقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.